السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. وانا اسفة ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، ان شاء الله مش هتأخر عليكم تاني وهنزل لكم فيديوهات باستمرار، بس شجعوني كده. اول حاجة هنصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونسمي بالله كده. وزي ما شفنا في اول الفيديو عديت الطماطم دي، لقيت الطماطم رخيصة خالص، وقلت قبل ما تغلى الحاج افرز شوية لرمضان تنفعني توفر معايا الوقت، وفي نفس الوقت سعرها ما يغلاش، وكمان تبقى انضف من بتاعة برا، لان بتاعة برا بتبقى كلها مواد حافظة، وانا بحاول اقلل اي حاجة فيها مواد حافظة، اقلل الكمية بتاعتها. وطبعا برطمانات الصلصة مليانة مواد حافظة، طبعا عشان مناعتنا، طبعا كله ده خطر عشان المناعة بتاعتنا تقوى وكده. فقلت طبعا احاول على قد ما اقدر لازم ان انا اقلل المواد الحافظة من الاكل. دي اول حاجة. المادة الصلصة بتبقى مليانة مواد حافظة، وغير كده غالية، وفي نفس الوقت الحاجة في البيت بتبقى انضف واريح لك. انت عارفة عملتي الحاجة دي ازاي وبس، وهي سهلة يعني. هنا اهو بنتسلى وبنتعلم من بعض. هجيب كده الطماطمايه اغسلها تحت الحوض واحدة بواحدة عشان اضمن نظافتها، ولو اني انا الحوض كنت غسلاه وناوي احطهم كلهم في الحوض، بس قلت اغسل طماطمايه كده تحت الحنفية واشوف لو الطماطمايه كويسة. طبعا بقسمها بالنص كده وبطلع البذرة من النص واركنها على جنب، طبعا هرميها وبس. لو الطماطمايه طبعا فيها اي جزء كده بايظ او اي حاجة، طبعا بقطعه بالسكينة واركنها على جنب، طبعا هرميها بس كده. فهي طبعا كانت ما شاء الله الطماطم حلوة كده ولونها احمر، مش محتاجة اي لون ولا بابريكا ولا لون ان انا اخليها لونها احمر، ولا بنجر حتى عشان ما يغيرش طعمها. وما كانتش طبعا، كانت كلها سليمة يعني، يدوب يمكن واحدة ولا اتنين اللي كانوا مش كويسين. بس هنا هسيبها بقى تغلي، احط لها شويه سكر في الاول او في الغلوه التانية. هجيب كده احط الطماطم، احط لها معلقه سكر كبيره واسيبها تغلي. مش شرط ميه، هي هتنزل ميتها، اسيبها تغلي كده غلوتين، بعد كده هوطي عليها واغطيها واسيبها تستوي براحتها لغايه ما تبقى كده بوريه زي المربى بالظبط يعني. هتنزل كل السوائل اللي فيها وتتبخر بعد كده الميه دي، تركز يعني في الاخر هتبقى نص الكمية اللي انت عملتيها ويمكن اقل. بس هسيبها تبرد خالص، اتأكد ان هي بردت طبعا عشان سلامة الخلاط، وهحطها كده في الخلاط كلها او على حسب طبعا ما يشيل معانا خلاط، واضربها كويس خالص واتأكد ان هي ضربت. برضو مش هنزود مية، هي طبعا طرية فمش محتاجة طبعا ان هي مية ولا اي حاجة، وبراحتك برضو على حسب قوة الخلاط. بس كده بعد ما ضربت الطماطم اتأكدت ان هي اتضربت كويس، جبت مصفى وتحتيها بولة كبيرة او حلة، وهصفي الطماطم دي من البذر والقشرة بتاعت الطماطم وكل حاجة طبعا هتتصفى وتبقى من فوق، وبعد كده انا هرميها وهاخد طبعا الطماطم من تحت. هي بصراحة كانت كمية كبيرة، براحتك انت عايزة تعمليها مرة واحدة زي ما انا عملت، وعندك يوم فاضي مثلا تخصصيه للتفريز الصلصة او اي نوع انت خضار هتعمليه، يعني اي يوم فاضي يكون معاكي تخليه الحاجات دي. ما ينفعش تعملي حاجتين في يوم واحد لان انت هتتعبي. او ممكن تعملي ان انت مثلا تجيبي كل فترة كده 3 كيلو، تخلي كام طماطمايه للسلطة او ليكي في البيت، وتفرزي الباقي، تفرزي شوية بشوية يعني، تبقى الكمية معاكي سهلة وبسيطة. دي ليها ميزة ودي ليها ميزة. الميزة بتاعت ان انت كل يوم او يوم من تاني يوم هتعملي، ان انت هتبقى سهلة عليكي، مش هتاخد معاكي نص ساعة ولا ساعة، هتكوني فرزتي شوية صلصة وانجزتي. والميزة التانية ان انت هتبقي خلصتي، ان انت عملتي كل الكمية في يوم واحد وبرضه ارتحتي. المهم شوفي انت اللي ترتاحي له ايه، يا رب تكونوا فاهميني. بس كده. طبعا انا هنا صفيت الطماطم كويس خالص، شايفين هي القشرة دي والبذور
هصفيها كويس كده وارميها. وبعد كده الصلصة هي اهي، بصوا ناعمة خالص ولونها زي ما انتوا شايفين، ما حطيناش اي حاجة. لو انتي جبتي طماطم لونها مصفر شوية او مش حمرا خالص، ممكن تحطي معاها بنجر تديله سلجة كده ينزل لونه وتطلعيه، ما تفرميش معاه في الخلاط علشان ما يغيرش طعم الصلصة. ده لو انتي مش بتحبي طعم البنجر في الصلصة. ممكن تحطي بابريكا برضو هيديها لون. تمام. انا هنا حطيت السكر في الصلصة لان الحلتين دول ما حطيتهمش في الاول. مش عارفة في الحلتين التانيين متهيألي هحطهم في الاول، هتشوفوهم. المهم كده اهم حاجة نحط السكر لان هو السكر المادة الحافظة بتاعتنا، حاجة طبيعية كده وفي البيت. المهم كده هديها غلوتين واقلب السكر كويس خالص واسيبها تبرد براحتها. شايفين؟ بصوا ناعمة مفيهاش اي حاجة، وصلصة احلى بكتير من اللي بنشتريها البرطمانات وانضف طبعا وصحية. فبس الصلصة طبعا بتدخل في كل حاجة احنا بنعملها في المطبخ. بس كده اول ما بردت هجيب اكياس واعبيها بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، عملت كمية حلوة خالص. وكمان كان لسه في حوالي 5 اكياس تانيين غير الكمية اللي انتوا شايفينها دي. حوالي يمكن عملت لي 25 كيس او 30 كيس. كل كيس كان من دول حوالي 400 جرام او 500 جرام، يعني نص كيلو. طبعا كمية حلوة وانجزت، وهتوفر عليا في رمضان شغل المطبخ كتير خالص. طبعا هي الطماطم سعرها حلو دلوقتي. الحاجة يلا جهزوها، وان شاء الله يا رب الطريقة تكون سهلة عليكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. وهعرف ان الفيديو ان عجبكم لو حطيتوا لايك للفيديو وشجعتوني في الكومنتات علشان ما تاخرش تاني باذن الله في الفيديوهات. وتحطوا لايك للفيديو لو لسه ما اشتركتيش لغايه دلوقتي. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك. واكتبي لي رايك في الكومنتات، عجبتك الوصفه ولا لا. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.